دلوقتي يا جماعه انا كنت نازل الشارع بصور عادي جدا، فجالي واحد وقال لي ان في شاب، الشاب ده لو ما سجلتش معاه او ما صورتش معاه هتندم ندم حياتك كله. فقلت ليه يعني لو ما صورتش معاه ليه هندم ندم حياتي كله؟ ايه اللي يستدعي ان انا اندم ندم حياتي كله؟ فقال لي ان هو صوته في قمه الجمال في القران الكريم. فاحنا دلوقتي انا قررت نيجي قدام الكاميرا ونسمع صوته مع بعض، هل فعلا صوته يستحق ان انا كنت اندم ان انا ما سجلتش معاه، ولا هيطلع الكلام مش مظبوط؟ تعالوا نشوف. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي يوسف احمد صبحي. دلوقتي احنا عايزين نسمع صوتك في القرآن الكريم، تمام؟ عايزين نشوف هل صوتك حلو فعلا وكان فعلا ان انا هندم ان انا لو ما سمعتهوش، ولا هيكون غير كده؟ فيلا نسمع مع بعض. هتسمعنا ايه بقى؟ سورة القلم. طب يلا سمي الله كده وابدأ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ان شاء الله يا جماعة فعلا صوته في قمة، اقسم بالله قمة راحة نفسية. ما شاء الله، يعني هو القرآن اصلا لنفسه راحة نفسية، فهو صوته زاده راحة نفسية، يعني دخلك في المود الراحة النفسية بجد. فأنا دلوقتي عايز أسمع حاجة صغيرة بقى، حاجة تانية صغيرة، أي حاجة. سورة الحاقة مثلا. تمام ماشي، قول لي منها آيتين كده.